اهلا بيكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا مقارنه سريعه لاتنين تريجر من شركه يودكس، وهو اكس برو واكس 2 تي. المهم المقارنه هتكون سريعه من استخدامي، انما اصلا المواصفات الاتنين مشابهين لبعض، وده رايي الشخصي. المهم طبعا دي العلبه، هتلاقي اغلب المواصفات زي بعض، فاحنا هنتكلم عن التجربه الشخصيه. فانا مطلعهم، انا بستخدم ده بشكل اساسي، ده ما استخدمتوش بس جربته وتجربته ليها مميزات وليها عيوب، وده ليه مميزات وليه عيوب. نبدأ بالاكس برو. اكس برو هتلاحظ ان شاشته كبيرة، فيعني هيكون مريح جدا في الاستخدام، وكده ممكن تبدل يعني اللي هي القوة، وهكذا. طبعا ده هيفيد لو انت مثلا بتصور منتجات او بتصور اي حاجة، فالكاميرا بتكون اوطى من مستوى الراس، فسهل تبص على الشاشة، والشاشة كبيرة وسهل التحكم فيها. ندخل في الاكس 2. الاكس 2 هتجد الشاشة من الجنب اهي. ده ايه ميزته وايه عيبه؟ انا بالنسبه لي ده، لو انت مثلا بتصور ارسان، فانت مثلا الكاميرا بتكون في مستوى عينك او مستواك، فانت عشان تظبطها هتجد الاعدادات امامك. انما هنا لا، هتكون اعلى من المستوى، فهتضطر مثلا تنزل الكاميرا تظبط الاعدادات ترفع الكاميرا تاني. انما هنا لا، في مستوى راسك هترفع. واستخدامه سهل جدا. في نقطة إضافية هنا، إنك تقدر تركب تريجر أو فلاش تاني، هنا ما تقدرش تركب. فلو أنت بتستخدم مثلا نقل فلاش مطابق للمواصفات وفلاش لأ، ممكن تركب تريجر إضافي اللي هو قطعتين هنا، والقطعة التاني في الهيد أو الفلاش الآخر. فكل واحد ليه مميزاته وليه عيوبه. أنا بالنسبة لي ده شاشة كبيرة، سهل الاستخدام، يعني ما فيهوش أي مشاكل لو أنت هتستخدم كل الفلاشات من نفس النوع وتي تي ال. انما لو هتستخدم مثلا نقل فلاشات 520 560 او فلاشات انواع اخرى، فتحتاج تركب مثلا تريجر هنا، ده هيكون افضل. لو بتصور منتجات ده بالنسبة لي افضل. لو بتصور عرسان ده افضل، لانه هيكون في مستوى العين وسهل تغير في الاعدادات عن طريق البكرة. اما لو بتصور منتجات هتجد ده مثلا امامك او محطوط على ترايبود، فسهل تظبط الاعدادات من الترايبود. فبالنسبه لي يعني انا لو هشتري الاكس 2، لان انت ممكن تكون محتاج تستخدم فلاش من نوع اخر، او تستخدم فلاش عادي مع فلاش تي تي ال. يعني مثلا نقول عندك فلاش 520 و560، وعندك فلاش 685 او 860، فانت ده تقدر تستخدمه معاهم كلهم. انما ده مش هتعرف تستخدمه مع ال 520 و 560 او الانواع الاخرى. المهم دي مقارنة سريعة، انا بتكلم سريع عشان الفيديو ما يكونش طويل. بس لو حد فيكم عنده اي سؤال يتفضل في التعليقات، وهجاوب عليه في اقرب وقت ممكن. المهم بكده الفيديو انتهى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا حد عنده سؤال يتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.